إخواني أخواتي متابعي قناة العين تي في، أهلا وسهلا بكم هذه المقتطفات الرياضية المتنوعة. 8 مليار سنتيم لفريق الرجاء البيضاوي. رياضة تقول بأن فريق الرجاء البيضاوي نجح في التوقيع على صفقة العمر التي من شأنها التخفيف من معاناة الفريق المالية سنويا وفي سد ديون النادي الكثيرة. وكشف رئيس الرجاء محمد بودريقة من مقامه في العاصمة البريطانية لندن، حيث يخضع لفترة نقاهة النجاح في الحصول على عقد رعاية واستشهار جديد من مؤسسة عالمية ستظهر بالعلامة التجارية للشركة المذكورة على قميص نادي الرجاء البيضاوي خلال فعاليات الموسم الرياضي القادم. وحسب بودريقة فإن العقد الذي سيجمع الرجاء بالمستشار الجديد يقضي بتوصل الرجاء بمنحة مالية دسمة تصل إلى مليار و600 مليون سنتيم. وأكد رئيس الرجاء أن العقد ممتد ل5 سنوات، مما يعني معه حصول الرجاء طيلة المدة المتفق عليها في العقد على ما يقارب من 8 ملايير سنتيم. وزاد بودريقة موضحا في خرجته الإعلامية على موقع شوف تي في: العقد الجديد هو الأفضل في المغرب، بل الرجاء هو الفريق الوحيد في المغرب الذي سيتوصل بهذه المنحة سنويا. وأضاف لوسيت أنفو بأن سفيان الرحيمي قريب من مجاورة نجم عالمي. كشفت تقارير إعلامية قريبة من دوائر القرار في المملكة العربية السعودية عن وجهة الدولي المغربي في صفوف الهلال الإماراتي سفيان الرحيمي في مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة. وحسب موقع جول العالمي فإن رحيمي قريب بقوة من فريق النصر السعودي بنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ ينتظر أن يعزز الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة في حال أخذت المفاوضات بين الطرفين الطريق المستقيم. تقرير إسباني: أشرف حكيمي يدمر المسار الكروي للاعب برتغالي. رياضة تقول بأن تقرير إسباني كشف على أن الدولي المغربي أشرف حكيمي تسبب في تدمير مسار كروي للاعب برتغالي. وقال موقع بيرسا يونيفرسال الإسباني على أن أشرف حكيمي تسبب في انهيار البرتغالي جولو كانسيلو مع برشلونة الإسباني في الإصابة الأخيرة وازدياد فرص رحيله عن صفوف النادي الكتالوني. وزاد التقرير ذاته أن مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حولت حياة كاسيلو رأسا على عقب من لاعب يرغب برشلونة في شراء عقده إلى لاعب قريب من الرحيل. وأضاف الموقع: كل شيء كان يسير بشكل جيد لصالح كانسيلو هذا الموسم حتى ظهر أشرف حكيمي الذي حول حياة اللاعب البرتغالي إلى كابوس حقيقي. وتابع: تألق أشرف حكيمي في الإياب إذ حول حياة كانسيلو إلى جحيم في المنطقة اليسرى، وكان سببا رئيسيا في خسارة برشلونة ب4-1 وتوديعه المسابقة أمام المنافس الفرنسي، وهو ما أكده قيام تشافي مدرب برشلونة باستبدال كانسيلو في الدقيقة 82 من عمر المواجهة.